مع وداع شهر الخير نترك خلفنا بصمة فخر في مركز إعداد القادة، حيث كان رمضان ميدانا جامعا بين روحانية الطاعة وعزيمة البناء والعمل الدؤوب. لقد استثمرنا كل لحظة في صقل المهارات وبناء العقول لتتلاقى روحانية الشهر مع طموح التميز. واليوم ونحن نودع هذه الأيام المباركة نحمل معنا إنجازات تعكس إيماننا بأن القيادة هي أمانة وإتقان، حيث قدم مركز إعداد القادة الفعالية الرقمية التفاعلية قيادات رمضانية تحت شعار رمضان يصنع القادة. وقد اشتملت هذه الفعالية على عدة محاور، منها التخبيب، ظاهرة إفساد العلاقات، الثقة بالنفس واحترام الذات، طريقك لبناء المستقبل. كما قدم المركز مبادرته الرقمية كبسولات رمضانية، قيادات واعية بروح رمضانية، وتضمنت العديد من المحطات: إدارة الوقت، القدوة العملية، إدارة الأزمات، القيادة بالخدمة، التعاطف، قيادة النفس، التحفيز الإيجابي، وضوح الرؤية، العدالة في القرار، الاستمرارية. وفي إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار أسرتك ثروتك، تم عقد لقاء تحت عنوان الشباب والعمل المجتمعي وقيمة التطوع. انقضى الشهر وبقي الإنجاز شاهدا على مسيرتنا، معا نصنع غدا أفضل.